يا مساء سعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب وقناة المحور، وفقرة أنا شايفاها ما ينفعش حد فينا ما يركزش في الفقرة دي أو في أي كلمة هتتقال داخل الفقرة دي، خصوصا الناس اللي بتبتدي تكبر شوية في السن، أو كمان لو في وراثة مثلا الموضوع بيبقى مبكر شوية. واحنا هنتكلم النهاردة عن الروماتويد. الروماتويد بيبقى التهاب في المفاصل، ببتدي احس ان في وجع في صوابعي، في مفاصل ركبتي، وجع في جسمي. الألم يا جماعة بيكون مش سهل، والناس بتكون فاكرة ان ده شوية ارهاق، ان ده شوية تعب، اصل مجهود زيادة في البيت. لا يا جماعة، احنا عايزين نركز في النقطة دي، ان احنا لازم نكشف، احنا لازم نعرض نفسنا للدكتور، احنا لازم نشوف احنا عندنا ايه، لان احنا لو تجاهلنا الروماتويد ده شويه الموضوع بيوصل لتشوهات. يعني ممكن نلاقي الصباع ده مثلا خلاص ثابت على ده، على كده او على كده. فانا للاسف يعني في حاجه انا عايزه اتكلم فيها، وهي شويه هتضايق اي حد بيتفرج علينا. في ناس شغلها هو صوابعها بس، يعني دي مهنته. احنا لما بيبقى فيه تأمين او حاجة زي كده، لما بنيجي نصنف التأمين بيبقى على حسب المهنة. يعني اقوى حد مثلا لو دكتور جراح بيبقى اهم حاجة صوابع ايديه. طبعا انت كست بيت مثلا هتعملي ايه يعني لو حصل تشوهات في ايديكي او في حاجات تانية احنا هنذكرها داخل الفقرة. خلينا النهاردة نتكلم باستفاضة ونعرف يعني ايه روماتويد، لان الناس بيختلط بيها الامر ما بين الروماتيزم والروماتويد. لا، الروماتويد حاجة مش سهلة، ولكن بالدكاتره الموهوبه، بالدكاتره اللي عندهم الخبره الكافيه، بالدكاتره اللي طبعا مشرفينا داخل مصر وبره مصر وفي كل مكان، اسمائهم بجد علامه لوحده في عالم الروماتيزم والروماتويد. الموضوع بقى سهل، وبقى فيه يعني علاج جديد، وبقى فيه خطط وبروتوكول معين بيخلي يعني الشخص المصاحب بالروماتويد ان هو حاسس ان هو عنده مرض مزمن بسيط، مش حاجه حاده قوي زي الروماتويد. خليني ارحب بيه بوجوده معانا دكتور حسام الديب، استشاري الروماتيزم وامراض المفاصل. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا ميري، وسعيد ان اكون معاك النهارده في ده قناه المحور. احنا اللي شرف لينا اللي حضرتك موجود معانا النهارده. ويعني دكتور حسام، عايزه اقول كلمه في حقك بامانه، ان انت يعني رجعت الفرحه في قلوب ناس كتير قوي، وخصوصا ناس كبيره في السن. والموضوع ده كان الروماتويد ده بالنسبه لهم كان جحيم، مخلي حياتهم ربنا جحيم. يخليك يا ميري، شكرا على كلامك الجميل. وانت قلت تقريبا حاجات كتيره جدا مهمه في الكلام اللي قلتيه. يعني اولا الروماتويد اهم حاجه فيه انه يتلحق بدري. يعني من اول ما المريض او المريضه، وهو اغلب المرضى في الروماتويد بيكونوا ستات، يعني معظم مرضى الروماتويد ستات. فاول ما تحس ان مفاصلها بدا يحصل فيها التهاب، يحصل فيها تورم، تصحى من النوم الصبح تلاقي ايديها ورمه، تلاقي الدبله ضيقه عليها الصبح، تلاقي صوابعها بتوجعها، تلاقي ركبها بتوجعها وبتورم، تلاقي انكل او مفاصل رجليها بتورم او بتوجعها. اول ما يحصل ده لازم فورا تتوجه لطبيب الروماتيزم، عشان كل ما بنلحق المرض بدري، كل ما بناخد العلاج بدري، كل ما بنوقف نشاط المرض. الناس بتتخيل ساعات انها تصحى من النوم، كل الناس عارفه التشوهات بتاعت الروماتويد في الصوابع شكلها ايه. لكن في ناس بتبقى متخيله انها هتصحى من النوم الصبح تلاقي صوابعها معوجه يبقى ده روماتويد. لكن هو مش كده. هو الروماتويد بيبدا بان الصوابع بتبدا تورم، تبدا تتخشب، يبدا يحصل فيها اوجاع يوم، يومين، شهر، شهرين. على مدى التكرار ده بيبدا يحصل التشوهات في المفاصل، لان الالتهاب المتكرر بيعمل تآكل في المفاصل. التآكل ده هو اللي بيؤدي للتشوهات بعد كده. انا كنت فاكره ان الاول بيحصل يعني وجع، تورم ده شويه احنا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده، لان الناس يعني ممكن تشخص نفسها وتقول اصل انا عندي املاح شويه. صح كتير بيقولوا كده. كتير بيقولوا لا دي املاح، كتير بيقولوا لا دي خشونه، كتير بيقولوا ده ارهاق، ده انا عملت مجهود شويه زياده فصحيت الصبح تعبان. لكن هو الفيصل الم وتورم وتخشيبه الصبح. كلمه التخشيبه مقصود انها مش بسهوله تصحى تمارس مهامها في اول نص ساعه. اول نص ساعه بتستنى تفك شويه او لازم تلين. بالظبط. ساعات الفتره دي بتاعت التليين دي لو هي 10 دقائق ربع ساعه ماشي مش مشكله. ساعات بيحصل طبيعي كده مع السن الكبير. لكن انها تبقى نص ساعه، ثلاث ارباع ساعه، ساعه،
التشوهات اللي احنا شايفينها في التلفزيون دي بتحصل شوف بقى مع رئيسة مع التحرير طول البرنامج الجميلة أيوة. أستاذة مريهان جميلة. بص بقى يعني سريعة هي ما شاء الله. هي حد كده متمكن. بص بقى جابت لنا عليها. على طول، عشان أنا دايما بحب دايما تعرف لما بيبقى في حاجة مهمة قوي اجيب النهايه بتاعتها عشان الناس تركز اكتر، والناس تعرف ان احنا هنوصل لده لا قدر الله لو تجاهلنا الموضوع. شوفي اي حد بيتعالج صح لا يمكن يوصل للتشوهات دي. تاني بقول اي حد بيتعالج صح لا يمكن يوصل للتشوهات دي. سؤال مهم، اللي بيوصل للتشوهات دي يا اما هو قصر يا اما الدكاتره قصروا. يعني يا هو ما خدش باله انه يروح للدكاتره، او الدكاتره راح لحد غير متخصص قالوا لا ده انت ما عندكش حاجه وانت عندك خشونه وخلاص. برضو العقد اللي فيها اللي ظهرت في الصوره اللي فاتت دي برضو من ضمن علامات الروماتويد، تظهر ساعات في الكوع، ساعات في الصوابع، تظهر في اي حته، ساعات قوره كده يعني كلكعه كده بسيطه بتبقى بارزه، كلكعه صغيره زي الحموصه كده بتبان عند المفاصل، ممكن تبان في اي حته في الجسم، ساعات تيجي في العين، ساعات تيجي في المناخير، ساعات تيجي في اي مكان، ساعات تيجي في شعر الراس، حتى في فروه الراس. لكن يعني اشهر مكان دي تلفت انتباهي ان انا لو لقيت كلكعه كده او حاجه مش طبيعيه، مش هستنى واقول لا انا اروح على طول. الكلكعه اللي باينه دي من علامات الروماتويد الشديد. طبعا لازم لما بتكون دي موجوده بيكون معاها الم المفاصل ومعاها تورم المفاصل، لكن كل ما بتيجي طب علامه. انا عندي كلكعه هنا كده. لا ايه دي ليها علاقه؟ لا ما هو مش اي كلكعه. شفتني وانا بكشف على الهوا كده. مش اي كلكعه تبقى روماتويد. لكن إذا كانت مرتبطه بالم في المفاصل. كمان لو في العيله حد عنده روماتويد لازم نفكر. لان في ناس كتير بتتجاهل النقطه دي. لو الوالد او الوالده او حد من العيله عنده روماتويد وظهرت اي علامات من دي في المفاصل او الكلكعه دي او تورم او تخشيبه الصبح، يبقى اول حاجه نفكر فيها ان في العيله حد عنده روماتويد، ونبدا ندور هل هو ده ولا لا. ادور بدري كمان. لازم كل ما بندور بدري كل ما نندمش في الاخر. يعني انا مره جات لي مريضه عندها روماتويد، حفيدها بيجرها على كرسي متحرك وصابعها بالتشوهات زي اللي شفتيها في الصوره كده، وهي سنها حاجه زي 75 سنه خلاص. فالروماتويد عندها بقاله 30 سنه. قلت لها شوفي انت لازم تقولي لي ايه اللي خلاكي توصلي للتشوهات دي. ال 30 سنه دول كان فيهم ادويه، الروماتويد في ال 30 سنه دول كان ليه دواء. قالت لي لان انا كنت بهمل حقنه الروماتويد لمده سنين مش عايز اخدها. طب السنين دي ادت للتشوهات. ليه الحقنه متعبه يعني مثلا يا لاسباب كتير. ساعات المريض بيزهق، ساعات بيقول ما انا بقيت كويس مش محتاج، ساعات بيقول ما انا خفيت، ساعات بيقول الحقنه مضايقاني. ما احنا للاسف ساعات حد بيقول له كلام عن الحقنه، ساعات حد يقول له ده الحقنه هتضرك، وده بيبقى اكبر ضرر. هتضرك ايه؟ ده بتوصلها لتشوهات. ما هو في ناس ساعات تقول له ده الحقنه دي كيماوي، انت ايه اللي بيخليك تاخدها؟ الناس اللي بتقول الكلمه دي بتاذي المريض، وانا لما بسمع الكلمه دي بتعصب جدا. يعني لما يكون حد مكتوب له علاج الروماتويد ويمشي عليه وبعدين يجي يقول لي اصل في حد قال لي ان الحقنه دي هتضرك، بتضايق جدا. ليه؟ لان الشخص اللي هيقول لك الكلمه دي هو مش هيشيل مسؤوليه بعد كده. لما تحصل التشوهات مش هتقدر تروح تقول له معلش انت ليه قلت لي ما اخدش الحقنه، مش هتستفيد حاجه. خليني اسالك سؤال، ايه الضرر اللي هو بيقوله له مثلا قريبه صاحبه اي حد جارتها، ايه الضرر اللي هيكون اقوى من تشوهات مثلا ممكن تحصل لي؟ كل الادويه اذا مشينا عليها لسنين طبيعي ان يحصل ليها اثار جانبيه. حكايه الاثار الجانبيه دي وارد انها تحصل وارد ما تحصلش. خلاص. علاج الروماتويد كله لازم واحنا ماشيين عليه بنتابع انزيمات الكبد وانزيمات الكلى وبنتابع الدم، لان وارد انزيمات الكبد مثلا تعلى مع علاج الروماتويد. خلاص. طيب هل معنى ان انا مريض من كل 100 مريض بيحصل معاه ارتفاع في انزيمات الكبد وبيتعالج اقوم اخلي ال 100 مريض ما ياخدوش واسيب الروماتويد ياكل مفاصلهم ويعمل لهم تشوهات؟ لا. الصح طبعا. الصح ان انا اخد الدواء بحذر واتبع تعليمات الدواء وراعيه. معناه يعني لو متابعه مع دكتور شاطر او بالزبط. او هو يعني بالظبط مش ما فيهاش كلام، يعني هو هيبقى عارف امتى مثلا يقول لي الجائي اللي اعملي تحليل عشان يشوف وصلنا لفين. ما علشان كده بقول لك الخطا يا بيكون من المريض يا بيكون من الطبيب لو الطبيب مش متخصص او غير واعي. لان الدواء ليه فوائد كبيره جدا وليه اضرار قليله جدا. احنا بناخد الدواء عشان نستفيد من فايدته جدا وعشان نتجنب ضرره. اذا المريض خد العلاج بتاع الروماتويد وماشي عليه وبيتابع مظبوط بنبقى مطمنين ان الكبد كويس، الكلى كويسه، الدم كويس، خلاص بنكمل بامان.
ظهرت اي اثار جانبيه للدواء نبدا نغير الدواء، ناخد غيره، نقلل الجرعه، ناخد حاجه تتفادى الاثار الجانبيه. المهم ان الدواء ما يقفش عشان حلو. نحافظ على المفاصل. خلينا نسأل سؤال بعده هنقول نصيحة. اوكي، هل التشوهات لو جات لي اقدر بالعلاج ارجعها؟ لا، بس كده كده وصلنا للنهايه، وده التحذير اللي انا بقوله لكل الناس. لو حصلت التشوهات هترجعي تندمي وتقولي ارجعها ازاي؟ مش هترجع. مش هترجع. طيب خلاص. عشان بقى كلمة مش هترجع، خلينا نقول نصيحة ان مريض الروماتويد لازم يعني يحط مليون خط تحت المتابعة. بالظبط. انا ماشي بمرض مش سهل، فلازم اتابع عشان ما اوصلش لمرحلة ما فيهاش رجعة. بالظبط. ما فيش حاجة اسمها انا ساعات بقول هرجع. لهم انا جاي لكم من المستقبل، انا واحد بشتغل في التخصص ده من 1998. ما شاء الله. يعني 22 سنة. فانا قابلت مفيش خشب امسك ايه. فانا قابلت الملتزم وقابلت الغير ملتزم، وتخيلي المريض اللي انا شفته سنة 98 وشفته النهارده بقاله 22 سنة. في ال 22 سنة طول ما هو ملتزم كويس وماشي على رجليه ومفاصله كويسة وبياكل وبيشرب وبينام. اللي مش ملتزم قطع 7 8 سنين في النص ما خدش فيهم علاج، بيرجع بعد كده بالتشوهات ويرجع يندم ويقول ارجع صوابعي ازاي. فعشان كده الالتزام بالعلاج مهم جدا. حذرهم معلش يا دكتور مرة تانية، مريض الروماتويد لازم يكون في متابعة جيدة. لازم مع ما يزهقش. لازم بيتابع كل 3 شهور 4 شهور بالكتير قوي، لو الحالة مستقرة جدا 6 شهور. طول عمره لازم يتابع عشان نتأكد ان الروماتويد نشاطه واقف، ان الكلى والكبد والدم تمام، فناخد العلاج بتاعنا بأمان. نقوم نحافظ على مفاصلنا ونحافظ على نفسنا من اي اثار جانبيه للدواء. صح. انا شايفه ان اي مرض يا جماعه عندنا ايا كان المرض ده سهل صعب، انا لو صاحبت المرض ده هوصل معاه لنتيجه بالزبط. شفاء نسبتها كبيره قوي مش قليله، بس لو صاحبته. بالظبط. طيب علاج الروماتويد معروف اللي هو الطبيعي اللي هي البروتوكول ماشيين عليه. في علاج جديد هو مش جديد في الوقت، ولكن هو جديد ان احنا ما حدش عارف عنه حاجه جديد كتيره، فعايزين يعني نفهم الناس ايه العلاج الجديد ده. طيب. عباره عن ايه؟ طيب انا هقول لك مختصر ادويه الروماتويد. أوكي. خلاص، لان في اعتقادات خاطئه كتير جدا عن ادويه الروماتويد. اولا في ناس فاكره ان ادويه الروماتويد مسكنات وكورتيزون، وده غير صحيح. في ناس فاكره ان ادويه الروماتويد علاج كيماوي، وده غير صحيح برضه. خلاص، ادويه الروماتويد هنقسمها لمجموعتين منفصلين. المجموعه الاولى ادويه تهدي التهابات المفاصل، تضيع الالم، تحسسنا ان احنا كويسين. الادويه دي هي نوعين، يا كورتيزون يا مش كورتيزون. الكورتيزون والمسكنات او المواد المضاده للالتهاب دول مجرد فقط بناخدهم لفتره قصيره عشان تهدي التهابات المفاصل، لكن مش هي دي اللي بتوقف المرض. لان في ناس بتقول لا انا مش عايزه مسكن ومش عايزه كورتيزون. غلط، لان الدواء ده هيساعدك ان التهاب المفاصل يقف. في ناس تانية العكس، بتقول انا باخد بس المسكن والكورتيزون وسايبه بقيه العلاج. برضه غلط، لان ده مش العلاج اللي بيوقف المرض، ده بس بيحسسك انك كويسه. ده الجزء الاول، المضادات للالتهاب، كورتيزون وادويه مضاده للالتهاب. ده مش علاج الروماتويد. علاج الروماتويد هي ادويه بتوقف نشاط المرض. يعني ايه بتوقف نشاط المرض؟ يعني بتمنع التآكل، بتمنع تشوهات المفاصل. الادويه دي بقى هي اهم حاجه لازم نكون مواظبين عليها بانتظام. الادويه الصحيحه اللي هي بتوقف النشاط ولكن مش بتوقف الروماتويد. يعني بالظبط اكني عندي ضغط سكر فمثلا وباخد له علاج فبيظبط لي الضغط. بالظبط. بس انا لو ما اخدتش العلاج ده او اتاخرت تمام الضغط يعلى والروماتويد برضو ينشط. اوكي. فدي الدواء بناخده عشان يوقف النشاط ويمنع التشوهات. الادويه دي بقى عباره عن ايه؟ في حقنه مشهوره جدا لسه هقول لك عليها، حقنه الروماتويد اللي هي الميثوتريكسيت، ده اسم علمي مش اسم تجاري. دي اشهر علاجات الروماتويد في العالم. عباره عن حقنه بتتاخد كل اسبوع، بيمشي عليها المريض بانتظام، وبنتابع بالتحاليل نشوف اخبار الروماتويد ايه ونشوف اخبار الكبد والكلى ايه، وبنكمل بالشكل ده. وفي ادويه تانية، اشهر دواء للايام دي بيستعملوه في علاج كورونا اللي هو البلاكونيل اللي اتشهر في العالم كله وترامب اخده عشان بلاكونيل علاج روماتويد. لا بجد؟ امال ايه؟ مش اصل هم بيقولوا ملاريا اللي هي القديمه. ما هو كان علاج ملاريا قبل 50 سنه. وبعد كده بقى لنا اكتر من 30 سنه دلوقتي بنستخدمه في علاج الروماتويد. يعني انا البلاكونيل بكتبه للمرضى بتوعي بقى لي 22 سنه بصفه يوميه. احنا اكتر ناس في العالم اتعاملنا مع البلاكونيل
كل دكاتره الروماتيزم بيتعاملوا مع بلاكونيل طول عمرهم يعني. فاحنا بنستخدمه لو من زمان سالتك جدا. سؤال خارج كده يعني لو شفت روشته ليا عن النص من سنه 98 هتلاقي فيها بلاكونيل. والله اه يعني بلاكونين ده يا جماعه للروماتويد اهو ما طول فيهوش. عمرنا امال ليه بيقولوا خطر؟ عشان كده لما طلعوا يقولوا خطر واخره 7 ايام. لا من يوم، لا 7 ايام هو في علاج كورونا فعلا بيستخدم. في كورونا اخره 7. طب هي صح، لكن احنا عندنا ناس بقالهم 20 سنه بيستخدموه ومش خطر وما فيش مشاكل. لا برضه كل دواء في الدنيا ليه حاجات للمتابعه بتاعته. طبعا خلاص. لكن انا في فتره كورونا انا نفسي خدته. يعني انا 22 سنه بكتبه ما خدتوش الا الفتره والنبي دي. يا جماعه اي حد بيتفرج علينا عنده روماتويد اوعى يطلب بلاكونين وياخده. هو كده مش هيلاقيه مبدئيا لان ده داخل يعني لازم يبقى داخل مستشفيات. احنا عندنا مشكله كبيره جدا فيه دلوقتي لان الناس فعلا هجمت على الصيدليات اخذت البلاكونيل عشان الكورونا ومرضى الروماتويد قعدوا يعانوا. بس الدوله وفرت البلاكونيل لمرضى الروماتويد بالروشته والبطاقه في الصيدليات الحكوميه. عشان برضو في ناس كتير قعدت ال6 شهور اللي فاتت تقول انا وقفت العلاج بتاعي عشان مش لاقياه. بتجيبيه من الصيدليات الحكوميه، صيدليه الاسعاف اشهر بس حاجه بالروشته بتاعتك، بالروشته وبصوره البطاقه وبيصرفوه. فما ينفعش العلاج يقف. خلاص. فده العلاج رقم 2 البلاكونيل، والعلاج الاولاني الميثوتريكسيت قلنا عليه. وفي ادويه ثانيه وفي ادويه ثانيه. كل دي ادويه عاديه طول عمرنا ماشيين عليها. الادويه دي اذا سيطرت على المرض بنسبه كبيره من 90% ل 100% خلاص نستمر على الادويه دي. ضبط الروماتويد زي ضبط الضغط والسكر. يعني مش كل المرضى بياخدوا بلاكونيل، مش كل المرضى بياخدوا ميثوتريكسيت، مش كل المرضى بياخدوا 2 و3. كل مرض حسب شدته. في متوسط وفي خفيف وفي شديد. طيب اذا خدنا الادويه دي وما زال المرض نشط يبقى في الحاله دي لازم ناخد دواء اقوى. الدواء الاقوى هو الادويه البيولوجيه. ادويه بيولوجيه يعني الادويه البيولوجيه. اوكي. ينفع اقول حاجه قبل ما ندخل على الاسباب؟ دي حاجه مهمه بقى. ايه قصه ان ممكن يكون الروماتويد يطلع على القلب؟ الكلمه دي دارجه ايه؟ طيب لا هما الكلمه الدارجه مش مقصود بيها الروماتويد على القلب، المقصود بيها الحمى الروماتيزميه اللي بتوصل للقلب اللي هي بتيجي للاطفال وبياخدوا لها بنسلين وبيمشوا عليها. لكن الروماتويد ما يطلعش على القلب. لا الروماتويد برضه بيطلع بس مش هي دي اللي قصدهم عليها. مش هي دي. لكن الروماتويد فعلا اذا ما اتعالجش مظبوط هو مش بس مرض بيأثر على المفاصل. الروماتويد مرض ممكن يأثر على الرئه ويأثر على القلب ويأثر على العين ويأثر على الاعضاء الداخليه ويأثر على الاوعيه الدمويه. فالروماتويد برضه بيأثر على القلب. لكن مش هو ده اللي هم قصدهم عليه. هم قصدهم على حقنه البنسلين اللي بتوقف الحمى الروماتيزميه. اوكي. ندخل بقى في العلاج البيولوجي. العلاج البيولوجي لو العلاج الاساسي اللي احنا اتكلمنا فيه ده ما وقفش نشاط الروماتويد. بالظبط. اوكي عشان يبقى كلام دقيق. احنا بناخد الدواء بتاعنا وبنشوف وقف المرض بنسبه ايه. لو وقف المرض بنسبه بسيطه يبقى لازم ناخد دواء اقوى. الدواء الاقوى هو الدواء البيولوجي. طيب الدواء البيولوجي برضو موجود في العالم تقريبا من 22 سنة. من سنة 1998 بدأ يظهر العلاج البيولوجي في العالم. امال ليه احنا مش سامعين عنه؟ هقول لك لأنه غالي جدا. وكلمة غالي جدا النهاردة غير من 22 سنة. يعني من 22 سنة كان العلاج البيولوجي يشتري عربية. يعني بدل ما تروح تشتري عربية مثلا بكذا تروح تشتري علاج بيولوجي. حلو. السعر ده فضل يقل لحد ما وصل النهاردة لمتوسط سعر العلاج البيولوجي ما بين 5000 ل 7000 جنيه شهريا. ما زال غالي بس مش زي الاول. يعني عايز اقول لك ان من حوالي 5 سنين كان العلاج البيولوجي بيتكلف شهريا 9000 جنيه. وكانت ال 9000 جنيه وقتها غاليه جدا لان ال 9000 جنيه وقتها كانت بتساوي حوالي 1000 دولار. خلاص. دلوقتي ال 6000 جنيه بيساووا حوالي نقدر نقول 500 دولار مثلا. خلاص. فالسعر ك 6000 جنيه بقت بتجيب شاشه تلفزيون مثلا دلوقتي. طبعا. لكن 9000 جنيه من 5 سنين وبعدين احنا بنتكلم في حاجه مش مره، احنا بنتكلم في حاجه شهريه فدي برضه حاجه هي غاليه. هي ما زالت غاليه. خليني اسال سؤال عشان الغلو ده بصراحه يعني طيب. يعني انت عارفني كده بروح لحته ثانيه. طيب هل لو انا بسرعه جريت على اللي انا احس ان انا عندي اي اعراض روماتويد وجريت ممكن اساعد ان النشاط اللي عندي القوي ده يكون، يعني لو جريت بسرعه للعلاج اساعد ان النشاط ما يوصلش للاسعار الغاليه دي؟ ممكن. كل ما نتلحق بدري المرض بيقف بدري. بس برضه ما نقدرش نوعد بكده لان احيانا حالات بس ممكن لان احيانا بيكون المرض شديد من الاول. واحيانا المرض بيكون مستقر لفتره طويله ويجي في وقت من الاوقات يحصل نشاط شديد نتيجه مثلا زعل جامد. الامراض المناعيه بتتاثر جدا بالوراثه، بتتاثر جدا بالحاله النفسيه. يعني ناس كتير بيحصل لها ان بيجي روماتويد نتيجه زعل شديد
وناس كتير بيحصل لها ان المرض بينشط نتيجه زعل شديد. يا معقول؟ جدا جدا. يعني انا ممكن اكون ما عنديش روماتويد ويجي بسبب ان انا ازعل؟ جدا جدا جدا. انا شفت كتير المريضات بيجي لها مثلا روماتويد نتيجه وفاه الزوج، وفاه الاب، وفاه الام، وفاه الابن، يوم بعدها باسابيع يبدا يحصل تورم في المفاصل ويبدا يحصل لها روماتويد ويقعد بقيه حياتها معاها، بتكون اصلا عندها الاستعداد، لكن الاستعداد ده كامن. طب احنا نجيب مين يفرحنا؟ لحد ما يحصل تلات ارباعنا حزين. هنحاول. لا، لازم الانسان يحاول انه ما ياخدش الحاجه على اعصابه. صح، كل الناس بتزعل، كل الناس بتكتئب، وفي ظروف كتيره، وكل واحد عنده ضغوط. هو ايمان وقناعه شويه، يبقى في ايمان وقناعه شويه. لازم نحاول من هنا بالظبط، لازم نحاول من هنا نفلتر شويه، نوقف شويه، نسيطر على مشاعرنا شويه، بحيث ان الموضوع ما يبقاش انفعال زياده عن اللزوم. ولو احتاجنا ناخد ادويه مهدئه ناخد ادويه مهدئه. نرجع للعلاج البيولوجي. حلو. ايه هو العلاج البيولوجي؟ كلمه بيولوجي يعني حيوي. في ناس بتسمع كلمه بيولوجي بتتخيل ان ده علاج كيماوي، فتقول لا انا ما اخدش ده، انا بخاف منه، ده بيعمل كذا 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 كذا. احنا لما نيجي نقول العلاج العادي ولا العلاج البيولوجي، العلاج البيولوجي اقوى وامن من العلاج العادي. خلاص. لكن العائق الاساسي ليه هو السعر في العالم كله، مش بس في مصر. على فكره العلاج البيولوجي في مصر ارخص بكتير جدا من باقي دول العالم. يعني انا لسه بقول لك من 5000 ل 7000 جنيه شهريا. لو رحت امريكا تشتريه هتلاقيه 4 اضعاف السعر ده. لو رحت الخليج تشتريه هتلاقيه 4 اضعاف السعر ده. بس اللي بيفرق ايه بقى؟ هل المريض هيشتريه ولا في تامين صحي يغطيه؟ في مصر التامين الصحي بيغطي العلاج البيولوجي، ولو في اي شركات تامين صحي برضه بتغطي العلاج البيولوجي. دي يعني معلومه مهمه جدا جدا. ممكن نقولها تاني؟ التامين لان الصحي اصلا هو بصراحه سعره يخض. لا يعني الحمد خصوصا لله الناس اللي ما عندهاش القدره الحمد لله خلال السنتين اللي فاتوا التامين الصحي بيغطي العلاج البيولوجي، والتامين الصحي الشامل اللي بدا يتطبق جديد بقاله سنه بيغطي العلاج البيولوجي. نفقه الدوله هي اللي ما بتغطيش، في فرق بين ده وبين ده. نفقه الدوله ما بتغطيش العلاج البيولوجي للروماتويد، لكن التامين الصحي اي حد ليه تامين صحي بياخد اذا كان محتاج، واي حد ليه تامين صحي شامل بياخد اذا كان محتاج، بيتعرض على اللجنه وبياخد العلاج. يبقى اذا احنا العلاج البيولوجي يا اما بناخده على حسابنا اذا نقدر بالفلوس، او بناخده تبع التامين الصحي اذا كان التامين الصحي بيغطي، واذا كانت الفحوصات اتعملت ونجحت. طبعا هي ليها حاجات روتينيه بيعملوها عشان يقولوا ان هو يستحق العلاج البيولوجي. فاذا يا بنشتريه يا بناخده تامين صحي شامل او تامين صحي عادي، وبنمشي على العلاج البيولوجي. فهو علاج اقوى وامن. لكن مين اللي بيحتاجه؟ بيحتاجه فقط المريض اللي العلاج الاول العادي ما جابش نتيجه معاه، نقوم ننقل على العلاج البيولوجي. طب العلاج البيولوجي مدته قد ايه؟ عشان ده سؤال مهم جدا. في بعض الناس بتتخيل من الكلمه دي انا باخد علاج ثمنه 6000 جنيه يبقى اكيد خلال 6 شهور هخف او خلال سنه هخف. وفي قبل كده ناس اول ما طلع العلاج البيولوجي في ناس تخيلت ان انا هروح ابيع البيت اجيب بيه علاج بيولوجي يكفيني سنه وخلاص عشان اخف من المرض ويبقى كده قضيت على المرض، ومش مهم وربنا يعوض عليا. وللاسف ده غير صحيح. العلاج البيولوجي في العالم كله بيتعاطى مدى الحياه. يعني ما دام قلنا المريض ده محتاج علاج بيولوجي يبقى خلاص هياخد بيولوجي طول العمر. لكن بنقيم برضه كل 3 شهور بنبص على المريض. جايز المريض يكون بقى كويس جدا لفتره طويله نبدا نقلل. يعني لو النشاط الروماتويد قل شويه انا ممكن اتراجع عن العلاج البيولوجي اللي هو الغالي ده واخد العلاج العادي. ممكن. وبرضه لو كشفت بدري او التشخيص بدري ممكن في حالات ما نلجأش ان النشاط يوصل اللي انا اضطر اخد علاج بيولوجي. اصلا في حالات بتشفى من الروماتويد لكن قليله جدا. فاللي بيتلحق بدري زي ما قلتي ياخد العلاج بدري بيبقى في عنده احتمال اكبر انه ممكن يخف تماما. نتمنى طبعا الشفاء لكل اللي بيشاهدنا وما نتمناش ابدا ان الناس توصل للمرحله دي. كنا طبعا بندعي طبعا ربنا للنقطه دي. بنشكرك جدا يا دكتور. العفو يا ميري. فقرتك جميله وخفيفه على القلب ومتميزه بصراحه. العفو يا ميري، سعيد ان اكون معاك النهارده. بنشكر دكتور حسام الديب استشاري الروماتيزم وامراض المفاصل، وانا كمان بشكركم. اشوفكم على خير حلقه جايه ان شاء الله.